كان امبارح الشيخ مسعد أنور في قناة الرحمة قعد ساعة ونص يتكلم في التثبيت بأن النقاب فرض تثبيتا، وذكر أسماء أئمة كبار، يعني يقول لك والإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ما قالش كده، يعني ما قالش كده خالص. وجاب كلام الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك. لا أنا أقول لك إن هم ضد النقاب، لكن في الحالات اللي هي فيها طوارئ في المجتمع، اللي هي المجتمع فيها يفسد وينتشر فيه الفساد والمعاكسات والحاجات اللي زي كده، يصبح النقاب فرض. وخد بقى من ده تفسيرات للقرآن الكريم بتؤكد أن النقاب فرض. لا طبعا ده ساعة ونص، مع كل التقدير للشيخ مسعد، أنا يعني أقدره وأحترمه وكل حاجة، لكن هناك تيارات في المجتمع لابد أن نسيطر عليها بتيارات أخرى. أنا مش بمنع الشيخ مسعد من حقه أنه يقول له عايز يقوله. يعني أنت النهاردة لما يقولوا الآية القرآنية بتقول قد كده، فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف قال كده. لما يقول امبارح بقى الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، حسين مخلوف قال عكس كده. كويس. بالنص كده الشيخ مخلوف بقى. أنا في دقيقة واحدة في أحد البرامج التلفزيونية واحد مذيع محترم قال الشيخ مسعد أنور تكلم ساعة ونصف عن النقاب وأتى بأدلة من القرآن والسنة، وذكر أن الحنابلة بيقولوا النقاب واجب، وأنا ما أعرفش جاب الكلام ده منين. اسمع يا علامة. نقل العلامة ابن مفلح الحنبلي عن شيخ الإسلام في الآداب الشرعية والمنح المرعية الجزء الأول صفحة 316 قال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. 2. قال العلامة ابن مفلح القاضي في الفروع الجزء الأول صفحة 601 قال: اسمع دي بقى: وقد نص الإمام أحمد على أن الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. عرفت أنا جبت كلام الحنابلة منين؟ أهو قال العلامة ابن مفلح القاضي في الفروع الجزء الأول صفحة 601. ثم قال الشيخ نقل عن المفتي الديار المصرية حسنين مخلوف أنه بيقول النقاب في شأن النساء زيه في شأن زوجات النبي. فالشيخ مش عارفين جايب الكلام ده منين. اسمع يا علامة: جئت بهذا الكلام من كتاب صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسنين مخلوف الجزء الثاني صفحة 190 قال رحمه الله في قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، فأمر الله الصحابة إذا سألوا زوجات النبي ماعونا أو فتية أو علم أن يسألوهن من وراء حجاب، ثم قال ده بالنص كلامه: وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي كلام كتير قوي كاتبه في الرد، لكن يكفيني حلقة الشيخ محمد حسان فقد أجاد وأفاد، بارك الله في عمره وفي علمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الخاشعين في الصلاة، وسأجيب عن الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.